السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نسوي مرقة البامية والتمن عنبر مالت الحصة. هذه البامية جبتها بعد ما غسلناها، وهسه راح ابدا اقلم بيها، وحضرت الثوم هميني، وهذه الطماطم راح نمرقها ونضيفها ويا المعجون حتى نضيفها على البامية. احنا البامية طبعا كلش نحبها، وخاصة بموسمها، واجت من العنبر بالحصة بوقت كلش حلو وهو موسم البامية. هنا بدينا نقلم بيها. طبعا العائلة كلش يحبوها البامية، وكل من وطريقته وذوقه، بس هي النتيجة مرقة بامية. تمام. هنا نحن بعد ما قعدنا الصبح تريقنا ولمنا البيت ولمنا الفرش وعزلنا ورتبنا، وجينا هسه نسوي الغداء مالتنا. طبعا هو روتين يومي، كل بيت عراقي وكل مرأة عراقية تقعد من الصبح تعرف شنو روتينها اليومي. هذا الشي روتين احنا متعودين عليه. بعد الريوق نبلش بالغداء. اللي عندها مدارس الصبح يجون الظهر، واللي عندها ظهر تغديهم وتوديهم، واللي عندهم يعني احنا هسه اكثر العوائل يعني الآباء أو الشباب بالشغل. هنا عندنا اللحم هذه قطعته، وهذا اللي وياه أو شحم بالأحرى، لأن لي ما لقيت فجبت شحم ضفته على البامية. هنا بعد ما سلقت اللحم بهذه الطريقة. هنا بعد ما نشف المي مالته حمست ذبيت البامية والثوم، حمستهم شوية إلى أن يلجعوا ونطبخوا، لأن هو من تلجع شوية وتنطبخ زايد تصير كلش طيبة. هنا ضفت عليها الطماطة والمعجون، وراح أضيف همين كمية من المي حتى أتركها تفور، وبعدها أنصيها على نار هادئة حتى تغلي على كيفها. انتو هم يعني كتبون بالتعليقات. طبعا على طول دائما انزل الفيديوهات مالتي ما اشوف اي تعليقات، يعني حتى لو سلبية عادي ما بيها شيء، اني اتقبل كل شيء، بس المهم تكون تعليقات من عندكم حتى اعرف انه انتم متواجدين وتشوفون الفيديوهات مالتي. هنا هاي البامية بعد ما غلت، وراح اخليها على نار هادئة. وهذا التمن مثل ما شفتوه هم يعني طبخته. تمن العنبر طبعا اني طبعا تمن العنبر نهائيا ما يخرب من يعني بيدي، يعني إذا ناعم وإذا الحباية مالته خشنة ما يخرب عندي أبد. هاي شوف شلون صار شكلها. طبعا الشكل كلش حلو، بس الطعم بعد أطيب. بعد هي خلي تتهدى على نار هادئة. وأنا أحب أزيد شيء البامية اللي تبقى وتبات ثاني يوم ناكلها كلش طيبة. هنا أنا شوف المي مالت التمن راح أتركه، ما أقلبه بنفس الوقت حتى لا يكون عجين. هنا لقيت باقلة، لأن أول مرة قالوا نريد يعني سوت تشرب باقلة، بس بعدين كان يقول لا احنا نريد مرقة بامية لازم تسوين بامية بالباقلة استوت. قالوا لا نريد بامية. قمت عبت الباقلة وسويت لهم مرقة بامية أو تمن. هنا أنا بعد ما سوينا يمكن اكو سحقات بالفيديو فعادي اعذروني. بعد ما ثردنا الخبز هنا بدينا نشرب بالبامية. يحبون أزيد شيء هم التشريب، أنا سويتها ثخينة بس قالوا ما يخالف بس هالمرة. هنا أنا صبينا هذا التمن، وشوفوا شلونه منثور نثر كل حباية وحدها. هذا هنا صبينا التمن والتشريب واللحم الموجود بعد بالصينية، البصل الفلفل الحامض. وهاي سفرتنا، مكانكم خالي وسهمكم العافية. وأني أشكركم. إذا عجبكم الفيديو وإن شاء الله يعجبكم، لا تنسونا من اللايك والتعليق. أهم شيء التعليق حتى أعرف منو من أحبابي وياي. ودمتم في أمان الله جميعا.